السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة ماكسي باور. النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي هنحل مشكلة آه، إن التاب بيعلق في وضع الشاشة السوداء واللي هو البوت روم أو الدايج مود. إحنا كنا اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق إزاي تنزل التعريفات وإزاي تثبتها وإزاي تعمل فعلا تخرج التاب، ولكن هنشرح بطريقة سريعة النهاردة على الأداة بتاعتنا، ولكن دي كانت الأداة مفضل 150 وال150 وال200 أو ال186 أو ال190 أيا كان فيهم. ولكن بفضل الله النهاردة معانا أداتنا بتدخل وضع الضياج وممكن تخرجه أو تعمله إيقاف أو اللي هو تهكير مؤقت عن طريق الإكس شيلد. لحظة، الاكس شيلد كمان ده كيو ار كود الاكس شيلد، ومديك كمان اليوزر نيم وباسورد للاكس شيلد. لو جينا مثلا ديسيبل اي دي بي ده هيديك كيو ار كود تمسحه يدخلك وضع يعني يشيلهولك عن طريق الاي دي بي. ان شاء الله هنتكلم عن ده كله في فيديوهات سابقة، ولكن النهاردة هنعرف بس ازاي هنخرج الجهاز من وضع الدايج مود. طبعا اول حاجة هتلاحظها ان الجهاز انا لسه عامل له فورمات، فهو اوريدي خارج معانا. لو لاحظت اوريدي الجهاز معانا على شاشة ويلكم وهو هنا قاري معانا. فنعمل ريفريش، طبعا هتلاقي ان الجهاز هنا زي ما هو. هنيجي بلاك سكرين ريد انفو اتعمل له بايلود داخل وضع الضياج. اخرجه ازاي؟ طبعا هنخرجه عن طريق البي ال المعدل، البي ال اللي احنا عاملينه المعدل. طبعا عشان بس نتأكد احنا مش ده جوه الضياج فعلا. فهنيجي على الزرارين دول اللي هو التوطية زر التوطية وزر الباور، واضغط ضغطة مطولة عليها لغاية ما يجيلي على الشاشة تحت هنا. اوريها لك دلوقتي ان هو USB device insert، يعني اتخلع. دلوقتي هنستنى لغاية ما يحمل معانا كل ده. ظهر معانا شعار سامسونج اهو. هيظهر معانا الرسالة دي لأن أنا فكك له البوت لودر. إن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى من غير البوت لودر خالص، من غير فك البوت لودر. هقفل البوت لودر ان شاء الله، واعلمك برضو ازاي هتخرجه وتدخله او تدخله وتخرجه وكمان يبقى جوه المنظومة. طبعا هو دلوقتي فصل وهيعيد تشغيل تاني، ده الطبيعي ده المعروف. ثانيا انا مفلش بي ال معدل. طبعا البي ال المعدل ده ان شاء الله عشان بس نكون عارفين ان الاداة دي ما زالت تحت التطوير. هي هتنزل برضو، ولكن هتنزل مدفوعة مع الباقي، مع اللي هي الأداة التانية بتاعت مفضل 150. ولكن 150 دي معدلة. أنا بس نكمل الأول، ننزل تاني واحدة أوكي، تاني واحدة أوكي. هو كده اتعمل له فورمات، وهتسيبه لغاية ما يجيب الشاشة البيضاء. وإن شاء الله هتلاقي فيديو تحت يشرح لك إزاي إنك تخرجه من الشاشة البيضاء، وده بعد الفورمات إن شاء الله. فخلينا بقى نرجع للموضوع الأساسي اللي هو البي ال المعدل. البي ال المعدل ده عبارة إن أنت حتى لو اس 2، على فكرة ملف ال اسمه إيه الحماية اللي عندي هنا في الجهاز اللي معايا ده اس 2 تمام. أنا فلش الملف المعدل فتح تمام. أنت هتجرب برضو حتى لو معاك اس 3، جرب الملف ده هتلاقيه اشتغل إن شاء الله. الأداة دي معدلة 150. طلع لو لاحظت مش هتلاقي معاها أي ملفات تانية. ليه؟ لأن احنا أنا معدلها بفضل الله، مخليها حتى لو حصل مشاكل تحاول تعمل ريبير، وتخلص كل حاجة. فإن شاء الله بإذن الله مش هتأثر معاك في أي حاجة. حتى احنا لو جينا مثلا اليونيسوك بروم ده اف دي ال مش المخصص، وجينا على المعدل
هتلاقي بيقول لك اوتوماتيك اتعرفت عليه ان هو تيست 618، ولكن مش هتكمل لان الريبير مقتصر على الخيار ده بس. فده كان فيديو النهاردة، اتمنى يعجبك. لو مش مشترك في القناة اشترك. وطبعا لينك الموقع ده هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، هتلاقيه هنا عن القناة، هتيجي عن الادوات، كل الادوات اللي انت محتاجها، رابط الاصدار اللي هو 112 انت كان اللي هو التي 505، وعندك الإصدار الحديث والإصدار القديم، وعندك الاس 3 والاس 2 وده كله. ولكن لازم تعرف الحماية لو هتشتغل بالطريقة المجانية. لو هتشتغل بالطريقة المدفوعة هتاخد هتاخد اسمه ايه البرنامجين دول معاهم ملف البي ال المعدل، وهتتعامل على اي تاب ان شاء الله لو اي حماية. والسلام عليكم.